السلام عليكم ورحمة الله. نعرض لكم اليوم أخطر منحدرات مائية ستجعل قلبك يتوقف. مرحبا بكم جميعا. اليوم سنعرض لكم أكثر منحدرات مائية جنونا، فهي أكبر وأسرع وأكثر خطورة، ولا يوجد طريقة لوصف الأمر أفضل من أن يتم عرضها لك كما لو كنت أنت من يركبها. لذلك اجلس واستعد. سوميت بلوميت من مناطق الجذب السياحي في شاطئ ديزني بفلوريدا. المنحدر انحداره 11.5 متر، وهو ما يجعله حاد للغاية، فلا يمكنك رؤية ما بالأسفل حتى تصل إليه. سرعة التزلج عليها لا تصدق، ولتتجنب الإصابات يجب أن تعقد يديك وساقيك. هذه المتزلجة طولها 33 متر، وقد تصل سرعة التزلج فيها إلى ما بين 50 إلى 60 ميلا في الساعة. سكوربيون تيل حديقة نوا آرك المائية يستمتعون حقا بهذا المنحدر الرائع والمجنون، وهو المنحدر الوحيد الملتف على نفسه في الولايات المتحدة. ارتفاعه 10 طوابق وطوله 37 متر، وبه انحدار في البداية يجعلك تسقط بسرعة 4.5 متر في الثانية، ولقد كان أول منحدر مائي رأسي في الولايات المتحدة. ليب أوف فيث باهاما. هل ترى؟ هذا هو ما ستتعرض له في جزيرة أتلانتس برايدز بالباهاما. لو كنت شجاعا يمكنك تجربة هذا المنحدر، والذي يعتبر الأكثر رعبا على قائمتنا. مصممي هذا المنحدر صمموه بنقطة انحدار رأسية تصل إلى 80 متر، تسقط من قمة المعبد إلى المياه وأنت داخل أسطوانة محاط بأسماك قرش قاتلة. إنسانو. موسوعة جينيس أعلنت أن هذا المنحدر المائي الموجود على ارتفاع 12 مترا من أطول المنحدرات المائية في العالم. تخيل أن تكون جالسا على ارتفاع 14 طابقا وفجأة تسقط بسرعة 65 ميلا في الساعة. بتجربة هذا المنحدر أنت تخوض أكثر تجارب حياتك إثارة. ماستر بلاستر. 4 منحدرات مائية موجودة في جزيرة تسمى جوميرا، كل منها يبدأ من مستوى مختلف من هرم ماين، والأربع منحدرات تتميز بوجود تيار مائي سريع فيها يجعل الانحدار فيها سريعا للغاية. تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك. اضغط على أيقونة الجرس، ستكون على يقين أن كل الأصدقاء هنا، ومن ثم ستحصل على إشعارات بالإصدارات الجديدة. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.